الحوادث كتوقع بلا سابق انذار، وفي بعض الاحيان كتكون النهايه قريبه بزاف، لكن كاين لحظات نادره كيكون فيها النجاه اقوى من الخطر. اليوم غادي نشوفوا حوادث نجاو صحابها باعجوبه. هاد الفيديو تصور في بولندا، جوج صديقات كانوا كيمشيو في الشارع، كاميرا المراقبه صورت لقطه مخيفه بزاف. دفعات الصديقه ديالها في الجهه ديال الطوبيس، راسها كان قريب بزاف من العجلات، تصرفها كان غريب فعلا وكانها حاولت تصفيها ليها. في عام 2019 قلعت واحد الطيارة من مطار موسكو. الطيارة كان على متنها 73 مسافر. بعد لحظات من الإقلاع تعرضت الطائرة لشي حاجة غير متوقعة نهائيا. كيف ما شفنا الطائرة تعرضت لصاعقة برق وتعطل عدد كبير من الأجهزة ديالها، واندلع حريق في الجانب الأيسر ديال الطيارة. وفي محاولة لإنقاذ الركاب، الكابتن غادي يدير واحد الخطوة كارثية. الكابتن قام بالهبوط في نفس المطار، والطائرة كانت عامرة بالوقود، وبالتالي الحريق كلا أجزاء كبيرة من الطيارة. والمرعب أكثر هو سلوك الركاب لحظة الإخلاء، والكارثة هي أغلب الركاب خداو معاهم الحقائب ديالهم فاش كانوا هاربين من الطيارة، وبسبب الأنانية ديالهم تسببوا في صعوبة خروج باقي المسافرين اللي كانوا راكبين معاهم في الطيارة. مات في الحادث 40 مسافر، أغلبهم نساء وأطفال، ومن بعد اعتبرت المحكمة بأن كابتن الطائرة مقصر في الحادث وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات. كيف ما كنشوفوا هاد السيدة كتصور ولدها أثناء منخفض جوي، الأجواء كانت مزيانة وكانت فرحانة وهي كتصور فيه، ولكن هاد الفرحة ما غاديش تكمل. وهو هاز المظلة ديالو في هذا الجو الممطر، تعرض لضربة صاعقة وبفضل الله ما تعرضش الطفل لأي أذى. بزاف ديال الناس فقدوا حياة ديالهم بسبب ضربات البرق المماثلة. أثناء قيادة دراجة نارية في الطريق السريع، كانوا الزوجين في موعد مع موقف خطير بزاف. زلقات الدراجة بسبب الشتاء القوية، وطاحوا الزوجين في الجهة المعاكسة للسير. لحسن الحظ ما كانت حتى السيارة جاية في الاتجاه المعاكس، وإلا كانت النهاية غادي تكون مختلفة تماما. هاد السيدة كانت سايقة السيارة ديالها في واحد الوقت من الليل، لاحظات كاين واحد الشخص غريب في وسط الطريق اللي صورته الكاميرا، كان مرعب بزاف.
الشخص الغريب قفز على السيارة وبدا يكسر في النافذة، ومن بعد حاول يفتح الباب الجانبي ولكن الباب كان مسدود. السيدة قدرت تهرب وتم إبلاغ الشرطة باللي وقع، والشرطة قدرت تقبض على المجرم في دقائق قليلة. الفيديو التالي تصور في واحد من البلدان العربية. أثناء نزول هذا الشخص في الدروج وقعت شي حاجة ما كانتش على البال. تعرض المكان لانهيار أرضي، الأرض بلعات عشرات السيارات، بفضل الله ما تعرض حتى واحد للأذى، وهذا الشخص اللي كان نازل في الدروج حتى هو خرج سالم بلا حتى إصابة. أثناء سياقة واحد السائق في الطريق انتبه لشي حاجة خطيرة. السيارة اللي قدامه كانت كتهبط في السرعة بطريقة غريبة وكأنها كتقرب ليه. السائق كان ذكي بزاف وبقى محافظ على مسافة الأمان حيت فهم أن كاينة شي حاجة فيها الخطر. وبشكل مفاجئ مجموعة ديال المسلحين هاجموا السائق. كان قدامه غير لحظات قليلة باش ياخذ القرار، والقرار ديالو كان ممتاز. سائق السيارة في اتجاه ديال المسلحين، واحد منهم اطلق النار عليه ولكن ما قدرش يصيبه. تبين من بعد بأن الهجوم وقع بزاف ديال المرات في ذاك المكان، وفي بعض الأحيان الهجمات كتكون مميتة. هذا الفيديو تصور سنة 2011 أثناء مرور قطار. صور واحد الشخص لقطة مخيفة بزاف. من بعد ما داز القطار بان في الفيديو قطار تاني. الشخص اللي كيبان قدامكم ما انتبهش بأن القطار التاني جاي مورا القطار الأول، خصوصا بسبب الصوت ديال القطار الأول. سائق القطار تعامل بطريقة ممتازة، دار جميع الوسائل باش ينبه الراجل. في البداية استعمل الضوء ومن بعد استعمل الكلاكسون. أجزاء من الثانية كانت حاسمة بزاف. وفي هذا الفيديو شفنا حوادث مرعبة، لحظات كانت بين الحياة والموت، ولكن صحابها نجاو بأعجوبة. أحيانا ثانية وحدة ولا قرار صغير كيكون الفرق بين الحياة والموت. ديما ديروا الحيطة والحذر، والحمد لله على كل لحظة سلامة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموا بلايك وتشاركوه مع أصحابكم، وكتبوا لينا في التعليقات شنو أكثر حادثة خوفاتكم. كان معكم خوكم بوعيادي، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.